ايوه يا ابني، والله هدي تاريخ تانية ثانوي بكالوريا. خش شوف الفيديو، ولو عجبك اكتب في التعليق عجبك، ما عجبكش اكتب ما عجبنيش، بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطالي في كل مكان. معكم مستر محمد سامي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، قولوا أمين. أبطال تانية ثانوي بكالوريا حبايب قلبي، إن شاء الله هنشتغل مع بعض أول درس تاريخ في المنهج. جاهزين يا أبطال؟ نبدأ بأول مهمة. بسم الله. بادئين مع بعض بأول درس في المنهج، بناء الدولة المصرية. درس سهل قوي وبسيط. بادئين بمفهوم الدولة. يعني إيه دولة؟ أنا هشبه لك الدولة بتشبيه سهل يخلي المفهوم ده سهل في مخك. يلا بينا يا أبطال. بصوا يا أبطال، أنا بشبه الدولة بالبيت. بتشبه الدولة بإيه يا مستر؟ بالبيت. أول حاجة، هو البيت دوت مبني على الأرض ولا مبني في السماء؟ طبعا مبني على الأرض يا مستر. يعني واخد مكان ولا مش واخد؟ أيوه واخد مكان. يبقى أول حاجة البيت ده واخد إيه؟ مكان. تاني حاجة، جوه البيت بيعيش ناس ولا لأ؟ أيوه بيعيش أب وأم وعيال بتصوت وعيال بتصرخ، يعني جوه عيلة، جوه ناس. يبقى جوه البيت في إيه؟ في ناس. تالت حاجة، مين صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البيت؟ الأب طبعا. أنت بتفكر في إيه؟ الأب. لا، في ناس بتقول الأم، لا الأب. الأب صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. يبقى مين صاحب الكلمة الأولى والأخيرة؟ الأب. أنا كنت امبارح ماشي مع واحد صاحبي، مراتي رنت عليا فبقول لها ألو، سخنت المية؟ ها سخنت المية؟ صاحبي بيقول لي أنت حامش قوي. قلت له أمال أغسل المواعين بإيه؟ يبقى مين صاحب الكلمة الأولى والأخيرة؟ طبعا الأب. طيب رابع حاجة، مين بقى اللي كلامه بيمشي جوه البيت وخارج البيت؟ يعني عنده سيادة، عنده سلطة، سيادة. طبعا الأب. يبقى عندنا سيادة، عنده ايه؟ سيادة. يبقى البيت في كل الأرقام دي كلها. مكان اللي هو المكان المبني عليه البيت، الناس العيلة اللي جوه البيت، الأب اللي هو بيحكم البيت، والأب اللي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة سواء داخل البيت أو خارج البيت. بصوا كده معايا يا شباب. يبقى مفهوم الدولة، الدولة هي وحدة سياسية بتشغل حيز. حيز يعني ايه يا مستر؟ يعني مكان، حيزا جغرافيا محددا، بتشغل مكان. عرفنا كلمة حيز يعني ايه؟ يعني مكان. يبقى الدولة هي وحدة سياسية بتشغل حيزا جغرافيا محددا، مكان محدد على سطح الأرض. يبقى الدولة هي وحدة سياسية بتشغل حيزا جغرافيا محددا. محدد، حاجة محددة زي بيكو كده محدد، صح كده. تضم شعبا، بتضم ناس، الناس اللي جوه البيت، فاكرين؟ بتضم ايه؟ شعبا. يبقى في كلمة ايه؟ شعبا. بتضم شعبا. يقيم إقامة دائمة. إقامة دائمة جوه الدولة ويخضع لقوانينها، زي ما انت كده ايه؟ بتقيم إقامة دائمة جوه بيتك. يبقى تاني، تضم شعبا يقيم إقامة دائمة ويخضع لقوانينها. بيخضع لقوانين الدولة زي انت كده برضو بتخضع لقوانين بيتك. اسمع الكلام، ما تخرجش ما تدخلش، كلام دوت. ده بالنسبة تاني حاجة. تالت حاجة، يديرها سلطة منظمة تباشر اختصاصاتها بما يحقق الأمن والاستقرار. يبقى اللي بيدير الدولة سلطة. اللي بيدير الدولة ايه؟ سلطة. زي الأب كده في البيت، فهمني طبعا. يبقى تاني، تديرها سلطة منظمة تباشر اختصاصاتها بما يحقق الأمن والاستقرار. طيب هنفهم كلمة كلمة دلوقتي تاني. بتمارس سيادتها، يبقى لها سيادة، لها سيطرة على شؤونها الداخلية والخارجية. بتمارس ايه؟ سيادتها، يبقى لها سيادة، لها كلمة مسموعة. يبقى دلوقتي مفهوم الدولة يعني ايه يا مستر؟ الدولة هي وحدة سياسية بتشغل حيزا جغرافيا محددا. هي وحدة سياسية بتشغل ايه؟ حيزا يعني مكان جغرافي محدد. يبقى فهمنا اول حتة دي. الدولة هي وحدة سياسية بتشغل حيزا جغرافيا محددا، بتضم شعبا يقيم إقامة دائمة ويخضع لقوانينها. بتضم ايه؟ تضم شعبا يقيم إقامة دائمة ويخضع لقوانينها. طيب تديرها سلطة منظمة تباشر اختصاصاتها بما يحقق الأمن والاستقرار. طيب تمارس سيادتها على شؤونها الداخلية والخارجية.
عرفنا يا ابطال مفهوم الدولة؟ ده مفهوم الدولة عندنا. يلا تاني، الدولة هي وحدة سياسية بتشغل حيزا جغرافيا محددا. بتشغل ايه؟ حيزا جغرافيا محددا، بتضم شعبا يقيم فيها إقامة كاملة ويخضع لإيه؟ لقوانينها. تديرها سلطة اللي بتديرها منظمة بتباشر اختصاصاتها بما يحقق الأمن والاستقرار. طيب، بتمارس سيادتها على شؤونها الداخلية والخارجية. ده مفهوم الدولة. حلو المفهوم يا شباب؟ يلا بينا نكمل مع بعض. أركان الدولة. الدستور المصري 2014. الدستور المصري ده يا مستر، الدستور ده عبارة عن كتاب فيه القوانين اللي بتحكمنا، والقوانين دي محطوطة في شكل مواد، المادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة. طيب، كل دول العالم لها دستور زينا؟ أيوة، كل دولة لها دستور، بس مش زي بتاعنا، مختلف عن مصر، بس كل دولة لها دستور خاص بها. طيب، الدستور المصري سنة 2014 ماله؟ المادة الأولى فيه، المادة الأولى تنص على من الدستور المصري أن جمهورية مصر العربية مالها؟ دولة ذات سيادة. فاكرين كلمة سيادة؟ لها سلطة بتدير شؤونها الداخلية والإيه؟ والخارجية. موحدة، كتلة واحدة موحدة، لا تقبل التجزئة. احنا كتلة مع بعضينا، أسرة كده مع بعضينا، محدش يقدر يقسمنا، احنا كده لا نقبل التجزئة. حلو قوي. ولا يتنازل عن شيء منها، محدش يقدر يتنازل عن ترابة من تراب مصر، ولا شبر ولا سنتي، ما حدش يقدر يتنازل عن اي شبر. نظامها جمهوري ديمقراطي. ايه ده يا مستر؟ يعني احنا عندنا رئيس بيتم انتخابه عن طريق انتخابات، هو ده اسمه نظام جمهوري ديمقراطي. واول رئيس لجمهورية مصر العربية تم انتخابه كده رئيس محمد نجيب. يبقى نظامنا جمهوري ديمقراطي. طيب، يقوم على اساس المواطنة وسيادة القانون. المواطنة وسيادة القانون، كلنا يا جماعة بنحترم الايه؟ القانون. طيب، ايه تاني يا مستر؟ الشعب المصري اللي بيعيش جوه الدولة ماله؟ جزء من الأمة العربية، من الدول العربية. مش احنا 22 دولة عربية؟ ايوه، احنا جزء منها. مصر دولة عربية، جزء من الدول العربية، يعمل على تكاملها ووحدتها. طيب، ومصر جزء من العالم الإسلامي، برضو مصر جزء من العالم الإسلامي كله، دولة إسلامية. تنتمي إلى قارة إيه؟ إلى قارة أفريقيا. حلو، إحنا طبعا بنقع شمال شرق أفريقيا. حلو الكلام. وتعتز بامتدادها الآسيوي الشاطر اللي هوديه القناطر. امتدادها الآسيوي اللي هو إيه؟ برافو عليكم، سامعكم، شبه جزيرة سيناء. امتدادها الآسيوي إيه هو يا مستر؟ شبه جزيرة سيناء. وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية. طيب، الحتة دي فهمناها كويس؟ يبقى الدستور المصري سنة 2014 المادة اللي هنا اللي بتنص على أركان الدولة، على مفهوم الدولة. المادة الأولى يا مستر، المادة الكام؟ الأولى. المادة الأولى بتنص على إيه؟ بتنص أن جمهورية مصر العربية دولة موحدة. إحنا دولة موحدة ذات سيادة. إحنا دولة ذات سيادة موحدة، لا تقبل التجزئة، مش حدش يقدر يقسمنا يجزأنا، وما ينفعش نتنازل عن شبر، عن ترابة من تراب مصر. ايه كمان؟ نظامها جمهوري ديمقراطي، ده الرئيس اللي بيحكمنا زي الرئيس عبد الفتاح الايه؟ السيسي. طيب، ايه كمان؟ ويقوم على اساس المواطنة وسيادة القانون، اللي بيحكمنا قوانين، ودي حاجة مهمة. لو ما فيش قوانين هنبقى عايشين فين؟ في غابة، اللي يسرق يسرق واللي يقتل يقتل، فدي حاجة كويسة. الشعب المصري جزء من الأمة العربية، احنا جزء من الأمة العربية، ويعمل على تكاملها ووحدتها. احنا اللي مخلين الدول العربية كده وحدة مع بعضها. طيب، ومصر جزء من العالم الإسلامي برضه، تنتمي لقارة ايه؟ أفريقيا، وتعتز بامتدادها الآسيوي اللي هو ايه؟ شبه جزيرة سيناء. حلو الكلام. وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية. طيب يا شباب، يبقى نستنتج بقى من النص، الاستنتاج عندي ده مهم قوي. نستنتج من النص السابق أن مصر تمتلك مقومات الدولة. يبقى دلوقتي إيه هي مقومات الدولة المصرية؟ أول حاجة، تضم شعبا اللي هم المواطنين المصريين. يبقى بتضم إيه؟ شعبا اللي هم المصريين. طيب، لها حيز جغرافي
بحدود معترف بها. مصر لها حيز، لها مكان بحدود معترف بها. حدودنا حد يقدر ينكر حدودنا؟ حد يقدر يتعدى على حدودنا؟ محدش. يبقى لها حيز معترف بحدود معترف بها. لديها سلطة، سلطة بقى اللي بتحكم، حاكمة، بتتمثل في ايه؟ رئيس الحكومة، رئيس الايه؟ الحكومة اللي هو رئيس الوزراء. وايه كمان؟ وبرلمان، برلمان اللي هو مجلس الشعب، مجلس النواب. ونظام قضائي تدير شؤونها الداخلية والخارجية وتتمتع بالسيادة. وتتمتع ايه؟ بالسيادة. يبقى دلوقتي مصر عندها مقومات الدولة ولا ما عندهاش؟ عندها يا مستر. لازم اي دولة عشان نقول عليها دولة لازم تمتلك المقومات ديت. احنا عندنا المقومات تضم شعبا اللي هم المواطنين المصريين. لا حيز، حيز يعني ايه قلنا؟ يعني مكان يا مستر. حلو الكلام. جغرافي بحدود معترف بها. لديها سلطة حاكمة، رئيس حكومة، برلمان، نظام قضائي تدير شؤونها الداخلية والخارجية وتتمتع ايه؟ بسيادتها. طيب عرفنا دلوقتي، عرفنا مع بعض مقومات الدولة المصرية. يلا بينا نبدأ بأول حاجة عندنا. أول حاجة عندنا من أركان الدولة الشعب. أول حاجة يا شباب الشعب. طيب الشعب دوت بيشمل جميع المواطنين المقيمين داخل حدود الدولة أو خارجها. يعني إيه يا مستر؟ يعني مش عشان أنت مسافر بره يبقى أنت مش مصري، أنت بتحمل الجنسية المصرية. يبقى دلوقتي الشعب بيضم جميع المواطنين سواء جوه الدولة أو خارجها، مسافرين بره، مسافرين إيطاليا، مسافرين أمريكا، مسافرين في أي مكان. يبقى تاني الشعب بيشمل جميع المواطنين المقيمين داخل حدود الدولة أو خارجها. داخل حدود الدولة أو إيه؟ أو خارجها. زي ما شبهنا المثال بالبيت. أنت دلوقتي أخوك مسافر، يبقى أخوك ده مش من البيت؟ من البيت طبعا، هو مسافر وهيرجع تاني كده مثلا. طيب مما يحملون الجنسية المصرية، بيشيلوا الجنسية المصرية. جنسيتك ايه؟ مصري، انا مصري وابويا مصري. يبقى تاني يشمل الشعب جميع المواطنين المقيمين سواء داخل حدود الدولة، داخل الحيز فاكرين، او خارجها. ماشي. مما يحملون الجنسية الايه؟ المصرية يا مستر. ده اول حاجة. طيب التانية بتبسط الدولة سيادتها عليهم، يعني بتسيطر عليهم. الدولة هي لها حق السيطرة، هي المسيطرة على الشعب وفقا للقانون. بتسيطر عليهم بايه يا مستر؟ بالقانون. بتسيطر عليهم بالقانون. واحد سرق القانون يحاسبه، واحد قتل القانون يحاسبه. يبقى هي بتنظمنا وبتسيطر علينا بالقانون. وكلما كان الشعب واعيا بحقوقه وواجباته، لو الشعب فاهم مصلحته، عارف ايه حقوقه وايه واجباته، الدولة كده هتبقى قوية ولا ضعيفة؟ طبعا هتبقى قوية. لما الشعب يبقى واعي وعارف حقوقه وعارف واجباته، الدولة دي هتبقى قوية. 3. لا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي. مش بالعدد، مش بكمية الشعب، لا، الشعب ده لازم يبقى واعي، لازم يشارك مشاركة ايه؟ فعالة. يبقى لا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي فقط، بل يمتد ليشمل المشاركة الفعالة في بناء الدولة وتنميتها وحمايتها. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه يا شباب؟ عن الشعب يا مستر. اول حاجة الشعب دوت بيضم مين؟ بيضم المواطنين سواء داخل الدولة او خارجها. المهم بيشيلوا ايه؟ بيشيلوا ايه؟ الجنسية المصرية يا مستر. يبقى تاني، يبقى بيضم الشعب المقيمين داخل الدولة او خارجها. طيب ويحمل الجنسية المصرية. الدولة بتسيطر على الشعب عن طريق ايه؟ القانون يا مستر. برافو. وكلما كان الشعب واعيا فاهم بحقوقه وواجباته، كانت الدولة اقوى، كانت الدولة اقوى بكثير واكثر تقدما. 3. لا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي، مش بالعدد، لازم الناس دي تشترك، تبقى فيها مشاركة فعالة. طيب في بناء الدولة وتنميتها وحمايتها عن طريق، تعال نشوف بقى عن طريق ايه؟ يلا بينا. المشاركة السياسية.
ازاي الشعب هيعمل مشاركة سياسية فعالة يا مستر؟ عن طريق 4 حاجات. اول حاجة اختيار الحكام. اختيار الحكام اللي هو رئيس الدولة. ايوه، عن طريق ايه يا مستر؟ عن طريق الانتخابات. يعني لما تحصل انتخابات انزل وشارك عشان صوتك امانة، ما تقعدش في البيت وتكسل، لا انزل. يبقى اول حاجة اختيار الحكام. وايه كمان؟ وممثلي الشعب. كل ده عبر الايه؟ عبر الانتخابات. فده اسمه مشاركة سياسية فعالة. اختيار الحكام وممثلي الشعب عبر الانتخابات. يبقى اول مشاركة ايه؟ اول حاجة، اول مشاركة سياسية اختيار الحكام وممثلي الشعب عبر الانتخابات. تاني حاجة ابداء الرأي. تقول رأيك، حرية، عندك حرية في القضايا العامة. يبقى تاني ابداء الرأي في القضايا العامة اللي تخص الدولة، بس داخل حدود القانون، ما تخرجش بره القانون، ما تعملش اعمال تخريب. هتقول رأيك بالعافية، لا ما تفرضش رأيك بالعافية، انت قول رأيك في القضايا العامة. تالت حاجة الانضمام الى الاحزاب السياسية. احزاب سياسية دي بتتعمل علشان تخدم الناس، فانت ممكن تنضم عشان تخدم الناس. يبقى الانضمام الى الاحزاب السياسية، والاحزاب السياسية دي برضو ناس منها بترشح نفسها في الانتخابات عشان تخدم الناس برضو. ومؤسسات المجتمع المدني. المؤسسات دي عاملة زي الجمعيات الخيرية، عادي تنضم لها. ايه كمان؟ عاملة زي النقابات العمالية. ماشي. يبقى رقم 3 الانضمام الى الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. طيب مراقبة اداء الحكومة. ازاي يا مستر هنراقب الحكومة؟ مش احنا مختارين ناس منتخبينهم نيابة عننا، هم اللي يراقبوا الحكومة من خلال اعضاء مجلس النواب. لو الوزير ده غلط، اعضاء مجلس النواب يحاسبوه. يبقى تاني مراقبة اداء الحكومة والمطالبة بالاصلاح من خلال ممثليهم في مجلس النواب. هي دي المشاركة السياسية الفعالة. 4 حاجات. اول حاجة اختيار الحكام وممثلي الشعب عبر الانتخابات. ابداء الرأي في القضايا العامة. الانضمام الى الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. مراقبة اداء الحكومة والمطالبة بالاصلاح من خلال ممثليهم في مجلس النواب. ماشي، دي خلصنا المشاركة السياسية. نروح على دعم امن الدولة واستقرارها. نروح على ايه؟ دعم امن الدولة واستقرارها، ونشوفها مع بعض. يلا بينا. تاني مشاركة معانا دعم امن الدولة واستقرارها. ازاي يا مستر؟ عن طريق حاجتين. اول حاجة الالتزام بالدستور. مش احنا قلنا عندنا دستور؟ يعني قوانين لازم نلتزم بيها، ما نخالفش القوانين، ما نخالفش الدستور. طيب ايه كمان؟ اهو الالتزام بالدستور والقوانين المختلفة واحترامها. لازم نحترم القوانين، ما نخرجش بره القانون، بره نص القانون. والتعاون مع مؤسسات الدولة. يبقى الالتزام بالدستور وايه كمان؟ والقوانين المختلفة واحترامها والتعاون مع مؤسسات الدولة. تاني الالتزام بايه يا مستر؟ بالدستور، يعني بالقوانين والقوانين المختلفة واحترامها والتعاون مع مؤسسات الدولة. نبذ يعني الابتعاد عن العنف. بلاش العنف والتطرف اللي انت تفرض رأيك بالعافية، ده اسمه تطرف. والارهاب اللي انت تخوف الناس ترهبهم. يبقى تاني دعم امن الدولة واستقرارها عن طريق حاجتين: الالتزام بالدستور وقوانينه المختلفة. الالتزام بالدستور والقوانين المختلفة واحترامها والتعاون مع مؤسسات الدولة. نبذ العنف والارهاب والتطرف. طيب نروح على ثالث حاجة عندنا المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. التنمية ايه يا مستر؟ الاقتصادية. ازاي بقى هنعمل مشاركة في الحكاية ديت؟ هقول لك انا. اول حاجة العمل والانتاج في مختلف القطاعات. لازم نعمل وننتج، لازم نعمل وننتج. ايوه، ما نقعدش في البيت ونكسل، لا قوم اشتغل واعمل وانتج. يبقى العمل والانتاج في مختلف القطاعات المختلفة، في الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وكل القطاعات. يبقى تاني العمل والإنتاج في مختلف القطاعات. تاني حاجة دفع الضرائب التي تمول المشروعات العامة. يبقى لازم ندفع الضرائب، اللي عليه ضرائب بيدفعها. الضرائب دي بنعمل منها مشروعات عامة. يعني ايه يا مستر؟ يعني بنبني بيها مدارس، مستشفيات، بنصلح بها طرق. فلازم نلتزم بالموضوع دوت، دفع الضرائب التي تمول المشروعات العامة.
تشجيع الاستثمار والمبادرات المجتمعيه. لازم نشجع المستثمرين اللي بيجوا معاهم فلوس او اللي جوه مصر. اي واحد معاه فلوس عاوز يعمل مشروع لازم نشجعه، لازم نقف معاه، ما نصعبهاش عليه. لازم مثلا نديله مثلا اي امتيازات، اي كده تسهيلات، نديله مثلا الارض مثلا بسعر حلو، نعفي من الضرايب شويه. فلازم نشجع الاستثمار، المشروعات والمبادرات المجتمعيه. اي مبادره المجتمع بيعملها، اديك مثال زي مثلا مبادره 100 مليون صحه كانت معموله قبل كده في مصر. كانت في عربيات صحة بتاعت الصحة بتمشي في الشوارع اسعاف كده وبتعالج الناس علشان يتعافوا من الامراض. وبرضه في المدارس لما بيعملوا تحليل فيروس سي في المدارس، فدي كلها مبادرات. يبقى دلوقتي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق 3 حاجات: العمل والانتاج في مختلف القطاعات. لازم نعمل ونشتغل، ما نكسلش ونقعد في البيت وننام. تاني حاجة دفع الضرائب التي تمول المشروعات العامة، المشروعات العامة زي المدارس والمستشفيات. تشجيع الاستثمار والمبادرات الاجتماعية. طيب رايحين على الجزئية اللي عليها الدور معانا، الحفاظ على هوية المجتمع، الحفاظ على شخصية المجتمع. ازاي يا مستر؟ اول حاجة الحفاظ على التراث المادي، الحفاظ على التراث المادي والثقافي واحترام عادات وتقاليد المجتمع. لازم نحافظ على التراث بتاعنا، يعني الاثار بتاعتنا ما نروحش نشخبط عليها ونرسم عليها قلب والكلام دوت، لا. يبقى الحفاظ على التراث المادي اللي هو بيتمسك، حاجه ملموسه زي الاهرامات، زي ابو الهول، زي التماثيل بتاعتنا، الحاجات القديمه كلها. الحفاظ على التراث المادي والثقافي واحترام عادات وتقاليد المجتمع. كل مجتمع له عاداته وتقاليده، لازم نحترم. احنا في مصر عندنا عادات وتقاليد غير بتاعت مين؟ اوروبا. يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه تعزيز، يعني تقويه قيم الانتماء والولاء للوطن. لازم يبقى عندنا قيم الانتماء والولاء للوطن. ولائنا يبقى للوطن، انتمائنا يبقى للوطن. يبقى دلوقتي الحفاظ على هوية المجتمع، شخصية المجتمع، عن طريق حاجتين: الحفاظ على التراث المادي والثقافي واحترام عادات وتقاليد المجتمع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن. مكملين مع بعض الجزئية الباقية. الدفاع عن الوطن. ازاي يا مستر هنعمل مشاركة في الحكاية ديت؟ عن طريق مساندة القوات المسلحة، الجيش، نساند الجيش وتدعيمها معنويا، وندعمها معنويا، معنويا. عايز اقول لكم على حكايه. سبب انتصارنا في حرب اكتوبر سبب ان الشعب كان مع الجيش ايد واحده، الشعب كان بيدعم الجيش، الشعب كان واقف مع الجيش. يبقى تاني مساندة القوات المسلحة ودعمها معنويا. بعد كده المشاركة في الأعمال التطوعية وقت الأزمات والكوارث، يعني لو في أي مشكلة لازم نتطوع ونشارك. في أي حاجة جنبك، لو مثلا لا قدر الله في بيت جنبك بيتحرق، هتقعد واقف ساكت؟ لا، هشارك في الأعمال التطوعية. حصل مشكلة لازم تشارك. يبقى تاني المشاركة في الأعمال التطوعية. أعمال تطوعية، أعمال مش هتاخد عليها فلوس بس لله، تاخد عليها حسنات، ودي ثوابها عند ربنا كبير قوي. المشاركة في الأعمال التطوعية وقت الأزمات والكوارث. عدم نشر الشائعات، بلاش تنشر شائعات، حاجات كده أكاذيب، أخبار كاذبة التي تزعزع امن الدوله المصريه واستقرارها، اللي بتزعزع، اللي ما بتخليش الدوله مستقره، اللي بتعمل فتن. يبقى دلوقتي 3 حاجات: الدفاع عن الوطن عن طريق مساندة القوات المسلحة ودعمها معنويا، المشاركة في الأعمال التطوعية وقت الأزمات والكوارث، عدم نشر الشائعات التي تزعزع أمن الدولة المصرية واستقرارها. بص يا شباب معايا، احنا بنتكلم عن الشعب. عايز اقول لك ان الشعب قام بثورة عظيمة قوي، ثورة 1919. الثورة دي كانت مين زعيمها؟ سعد زغلول. سعد زغلول لما اتنفى الشعب قام وهاج. بصوا كده معايا، ثورة الشعب المصري ودور الشعب، حتى مسمينها ثورة الشعب. ثورة الشعب، يعني الشعب شارك فيها. اثبتت او الثورة ديت ان الشعب المصري هو شعب مرتبط بأرضه، بيحب أرضه قوي، ودي حاجة 100 100. وأن الأرض عنده كالعرض،
الارض دي حاجه ما حدش يقدر يتنازل عن ارضه ولا شبر ولا سنتي، وهو القوه الحقيقيه للتغيير، وان تماسكه ووحدته تؤثر تاثيرا حاسما في بقاء الدوله. لازم الشعب يبقى ايد واحده متمسك ووحده واحده. طيب، وتطوير نظامها السياسي حيث شارك الشعب بجميع فئاته من طلاب وعمال وفلاحين، وخرجت النساء في مظاهرات لأول مرة في تاريخ مصر. بصوا كده معايا يا شباب، ثورة 1919 دي كانوا بيقولوا عليها ثورة شعبية شاملة، كله خرج، أطفال، طلاب، شيوخ، رجال، نساء، مسلمين، مسيحيين، كله شارك في الثورة. طيب، ولأول مرة النساء، كانت أول مرة النساء تشارك في المظاهرات في ثورة، وتعاون جميع المصريين تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. يعني كان في مسلمين وفي مسيحيين، فالدين لله والوطن للجميع، والمطالبة بحقوقهم المشروعة. يبقى ثورة 1919 ديت بتقول لنا ان الشعب المصري شعب قوي، شعب ما بيخافش من حد، ده شعب هو اساس الدولة. يبقى الركن الاساسي هو الشعب المصري. كده خلصنا الجزء الاول من الدرس.